قدامنا النهارده قضية جديدة وغريبة من نوعها. المتهم فيها طفل عنده 13 سنة واسمه يوسف، قتل صاحبه محمد واللي عنده برضه 13 سنة. قضية حصلت في اسماعيلية من 4 أيام، بس مش اسماعيلية بس اللي بتتكلم عنها، العالم كله بيتكلم عنها، لأن المتهم الطفل يوسف قتل صاحبه بطريقة غريبة جدا. ولا طفل ولا شاب ولا حتى مجرم محترف يجي لهم قلب يعملوا اللي يوسف عمله. طفل عنده 13 سنة بس جاب منشار وقطع صاحبه ل6 أجزاء، الدراع اليمين لوحده والدراع الشمال لوحده والراس لوحدها والقفص الصدري لوحده والرجلين جزأهم لجزء يمين وجزء شمال، واحتفظ بجزئين في التلاجة. الأربع أجزاء الباقيين كان بياخد جزء منهم ويحطهم في شنطة المدرسة وينزل على رجليه يروح يتخلص من الجزء ويرجع ياخد جزء تاني ويتخلص منه. وهنا حضرتك هتسأل سؤال مهم جدا، ازاي طفل عنده 13 سنة عرف يعمل كده؟ او بمعنى صح مين اللي علمه الطريقة دي؟ خليني اقول لك، لما النيابة حققت معاه قال لهم انا شفت الطريقة دي من مسلسل اجنبي اسمه ديكاستر، ومسلسل عربي اخر كان بيتذاع بس ما ذكروش اسم المسلسل دي، بيتذاع على احد المنصات. المسلسلات دي بتحكي عن قاتل متسلسل وازاي بيعرف يتخلص من الجثث. وخليني اقول لك ان شكل الدارك ويب ليه علاقة بالموضوع ده، النيابة لسه بتحقق في الموضوع. وهنا اكيد حضرتك محتاج تعرف العملية دي تمت فين وازاي. يوسف ومحمد اصحاب في المدرسة الاعدادي، بس ممكن يكونوا مش مقربين قوي من بعض. يوسف قال لمحمد تعالى معايا البيت نلعب بقى او نقعد مع بعض شويه، النيابه لسه بتحقق. بس خليني اقول لك ان يوسف كان مجهز للعمليه ديت، معاه الجوانتي والمطهر والحبل و5 شنط سودا ومعاه منشار كهرباء بتاع ابوه لان ابوه كان شغال نجار. المهم دخلوا الشقه، اول ما دخلوا يوسف ضرب محمد على دماغه، وخالي المتوفي محمد طلع في مكالمه تليفونيه وقال ان تقرير النيابه بيقول انه لف حبل حوالين رقبته من ورا ولبسه كيس. وخال محمد الولد المتوفي بيذكر ان يوسف خده على اخوانه. وهنا حضرتك علشان تشوف الصوره كامله خليني اقول لك ان الطفل المتهم يوسف قعد 3 ايام في البيت وسط اخواته وهو بيتخلص من الجثه. وهنا اكيد اللي هيدور في دماغ حضرتك فين الاهل؟ اذا كان اهل الطفل المتوفي او اهل الطفل المتهم. اهل الطفل محمد المتوفي ربنا يصبر اهله ويقويهم، قولوا امين، قلبوا الدنيا عليه يا عيني ورفعوا بوستات على النت وبلغوا الحكومه، عملوا كل اللي يقدروا عليه. واهل الطفل المتهم يوسف ابوه شغال نجار بيروح الصبح وبيرجع اخر الليل، ويوسف كان اخوهم الكبير وهو اللي بياخد باله من اخواته. طب وفين الام؟ هقول لك بالنسبه لي هي دي المشكله الكبيره، تتفق معايا او تختلف. الاهل هم المتهمين الحقيقيين. ام يوسف المتهم بعد ما انفصلت عن ابوه راحت واتجوزت عمه اخو ابوه. حد يجي يقول لي هنا عادي، هي بتعمل ايه؟ بتتجوز جواز على سنه الله ورسوله، ومحدش عارف البيوت فيها ايه ولا مشاكل الناس فيها ايه. اقول لك انت عندك حق، حقها تتجوز ايا كان هو مين، بس برضه من حقها ان هي تاخد بالها من اولادها، من حقها ان هي ترعاهم، من حقها ان هي ما تفكرش في نفسها بس. والاب اللي بيدخل البيت اخر الليل شغال والقرش بيجي بصعوبه، بس الابن بيجي بصعوبه اكتر من القرش. فكر انك تبني ابنك احسن ما تبني له، لانك ممكن تبني له ويهد كل ده، بس لما تبني فيه هيعرف هو اللي يبني ويكبر اي حاجه. قبل ما تفكروا في الطلاق وتفكروا في مصلحتكم، فكروا في الابن اللي ملوش ذنب انه يتحاسب على حاجه هو ملوش يد فيها. اهو طفل عنده 13 سنه بقى متهم وقاتل، وانهى حياه طفل لسه حياته ما بداتش، كسر قلب اهله عليه بسبب موته وبسبب الطريقه البشعه اللي مات بيها. ودلوقتي انا محتاج رد حضرتك على سؤالي، مين هو المتهم الحقيقي؟ والاولاد والاطفال محتاجين فلوس ولا محتاجين حد يتابعهم ويسمعهم؟